في ايه لعيبه المريخ دي ايه؟ عايزين يجيبوا لنا غلطه مثلا ولا ايه الحكايه بالظبط؟ الهزيمه الكام؟ انا مش عارف اعد من كتر الهزايم، ما بقتش عارف اعد الهزيمه الرابعه ولا الهزيمه الكام دي، مش عارف انا بصراحه يعني. سادس ماتش على التوالي نقول هيتعادل، حتى مش عارف حتى يتعادل لعيبه المريخ يعني. انا قلت قبل كده الكلمه دي محدش صدقني فيها. لعيبه المريخ الموجودين بالكامل بالكامل بلا منازع وبلا اي حاجه، يعني حاجه بص مش عارف اتكلم من كتر العصبيه بسبب لعيبه المريخ اللي بتوريها لي اللي بتجري على رمله. يعني قلتها قبل كده ومحدش سمع كلامي. لعيبه المريخ دي لازم تدور او تبحث او تدور او تعمل اي حاجه عن وظائف خاليه. يعني الوظائف ماليه الدنيا والله. يعني انتوا لو دورتوا ودخلتوا كده على اي اعلانات مبوبه هتلاقوا في وظائف كتير جدا ليكم غير كره القدم اللي بتلعبوها دي. طب دوروا يمكن تفلحوا تلعبوا كره يد، ممكن. بس بيتهيألي برضه ما تقدروش تجروا، مش هتلعبوا كره يد ولا سله. انتوا الرياضه مش تنفعوا فيها. وبالتالي مفيش نادي يرضى ياخدكم، يعني بعد مستواكم ده مفيش نادي هيرضى ياخدكم. يعني انتوا قلتوا مثلا احنا زهقنا بقى وعايز المريخ قصدي ريدي، لو المريخ ريدي مثلا يبيعكم ويسرحكم، بيتهيألي مش نادي هيرضى ياخدكم حتى درجه ثانيه. يعني لو دورتوا على فريق درجه ثانيه في الهبوط هيقول لك لا برضه ما ناخدش اللعيبه دي. انا مش عارف اداره المريخ صابره عليكم ازاي، انا مش فاهم. ولا جمهور المريخ لسه لحد دلوقتي عنده امل ان انتوا ممكن ترجعوا تاني وتبقوا المريخ بتاع زمان ولا كلام. انا مش فاهم. انا مش فاهم انتوا ايه حكايتكم بالظبط. انا مش فاهم جمهور المريخ لحد دلوقتي بيطبل وبينفخ فيكم ليه. انا مش فاهم. يعني انا كمشجع لنادي المريخ ما خلاص يعني ما فيش اي امل. حتى لو كسبت الماتش الجاي واللي بعديه وبقيت كسبت ومش عارف ايه، انت خلاص لعيبتك دي يا اداره المريخ خلاص لازم تتسرح. تتسرح تمشي تشطب بعدها تقطع العقود ترميها في اي حته وخلاص الموضوع انتهى على كده. لكن لو انت مثلا هتبحث عن عرض فلان لفلان، ما فيش حد هياخد اللعيبه دي اصلا. اللعيبه دي خلاص ما فيش امل فيها. فبعد اذنك يا اداره المريخ خلاص نفذ الصبر بتاع نفذ الصبر بتاع جمهور المريخ. فبعد اذنك سرح بقى اللعيبه دي خلاص بقى، شوف لك اي سرحه ليها واعتمد على الناشئين. لو عندك ناشئين طلعهم، عندك لعيبه جديده لعيبها. لكن ايه ده يا راجل؟ دول بيجروا على رمله يا راجل.